عام 2020 كانت الغابة الإيطالية المعزولة هي نفسها ساكنة كثيفة وكأنها لم تتنفس منذ سنوات. لكن الدكتور لورينزو جيالي لم يكن كما كان. 5 سنوات مرت منذ أن غادرها وهو يحمل في قلبه شغف العالم، لكنه يعود الآن وهو مثقل بما يشبه الذنب أو الهزيمة. توقف أمام الشجرة التي ثبت عندها أول جهاز تسجيل. كانت هذه اللحظة بداية كل شيء. وقتها لم يكن يبحث عن الأشباح، بل عن الترددات الصامتة، عن حقائق علمية كان يؤمن أنها ستغير فهم الإنسان لنفسه. لكنه لم يتوقع أن ما سيكتشفه لن يمكن السيطرة عليه. في ذاكرته كانت صورة إليزا طالبة الدكتوراه، كلماتها الأخيرة لا تزال عالقة في عقله. الصوت بيندهلي باسمي، أنا مش مجنونة. هو لم يعد فقط ليحزن بل ليحاول الفهم. عاد بعد أن استنزف كل الوسائل العلمية وكل الفرضيات الممكنة. لم يبقى أمامه سوى العودة إلى حيث بدأ كل شيء. عله يجد مفتاحا لما فتحه دون أن يدرك، لكن في أعماقه كان يعرف بعض الأبواب حين تفتح لا تغلق أبدا. كان الدكتور لورينزو جيالي أستاذ الفيزياء الصوتية هو الرجل وراء هذه التجربة الغامضة. لم يكن يبحث عن الأشباح بل عن الحقائق العلمية. كانت أجهزته المتطورة مخصصة لتسجيل الترددات المنخفضة، تلك الأمواج الصوتية التي لا تستطيع الأذن البشرية إدراكها بوعي، لكنها تمتلك قدرة فريدة على التأثير على الدماغ الباطن. كان جيالي مهووسا بفكرة أن البيئة المحيطة بنا تحمل أصواتا خفية تشكل إدراكنا للعالم، وأن هذه الترددات رغم صمتها الظاهري قد تكون مفتاحا لفهم أعمق لنفسية الإنسان. لكنه لم يكن يعلم أن ما سيكشف عنه سيتجاوز حدود الفيزياء ليلامس مناطق محظورة من العقل البشري. فما الذي يمكن أن يتردد في أعماق اللاوعي عندما تواجه ترددات محظورة؟ رافقت الدكتور جيالي في أبحاثه تلك إليزا باريتي، طالبة الدكتوراه متخصصة في علم السمع، بعينين تلمعان بالفضول وعقل متفتح لاستكشاف ما وراء المألوف. كانت هي أول من استمع إلى التسجيل الصوتي بالكامل بكل تردداته الخفية والظاهرة. وبعد سماعها انزلقت إليزا في صمت عميق دام 3 أيام، كأنما تجمدت كلماتها داخلها أو اختفت للأبد. لم يتفوه أحد بكلمة عما حدث لها خلال تلك الأيام، لكن نظراتها أصبحت تحمل شيئا غريبا، خليطا من الرعب والذهول. بعد 7 أشهر من تلك الواقعة المروعة، عثرت الشرطة على جثتها داخل شقتها. لم تكن هناك علامات على صراع، وكأن روحها قد استسلمت لشيء غير مرئي. بجانب جثتها وجدت ورقة تحمل خط يدها المرتعش، كتب عليها جملة واحدة تقشعر لها الأبدان. الصوت بيندهلي باسمي، أنا مش مجنونة. هل كان هذا الهمس الغامض مجرد وهم اخترق عقل إليزا، أم أنه كيان حقيقي قادر على اختراق الأبعاد ليلامس أرواح البشر؟ وماذا عن الآخرين الذين سمعوا أسماءهم في هذا الهمس؟ هل ينتظرهم المصير نفسه؟ لم يكن الصوت الذي تم تسجيله مجرد همهمة عشوائية تتلاشى في الهواء. كان يحمل نمطا معينا، إيقاعا خفيا، وعندما تم تحليل هذا النمط بدقة كانت الصدمة لقد تطابق بشكل شبه تام مع نمط الدماغ البشري أثناء الحلم. هل كان هذا الصوت كيانا نائما يتحدث إلينا من عالم آخر، أم أنه كان يثير الأحلام في عقول من يسمعونه بطريقة لا يمكن السيطرة عليها؟ ماركو أليغري فني الصوت الذي عمل على التسجيل كان أحد الشهود الأحياء على قوته. صوته المنهك وكأنه خرج للتو من كابوس لا ينتهي، يحكي عن ليال من اليقظة والخوف. أنا كنت بنام وأصح مفزوع، حاسس الصوت حوالي. ثم يضيف ببرود، يشي بالرعب الحقيقي. لما سمعته لأول مرة
حسيت إنه مش جاي من الأرض. عبارة بسيطة لكنها تحمل ثقلا هائلا من الغموض. إذا لم يكن قادما من الأرض فمن أين أتى؟ وما هو عالمه؟ ولماذا يسعى للتواصل مع عالمنا من خلال هذه الترددات الخفية التي تختطف العقول وتنهي الأرواح؟ فجأة وبلا سابق إنذار انسحب الدكتور لورينزو. اختفى الرجل الذي كشف عن هذه الترددات الغامضة تماما. أبحاثه التي كان يعمل عليها بشغف يلامس الهوس تبخرت وكأنها لم تكن موجودة قط. إيميله الرسمي أغلق ولم يعد يرد على أي محاولات للتواصل. لا أحد يعرف إلى أين ذهب جيالي، وكأن الأرض انشقت وابتلعته، تاركا خلفه مكتبا فارغا يطن فيه صدى غامض مزعج، كأن الصوت نفسه لا يزال عالقا في الفراغ الذي تركه. الأكثر إثارة للقلق كانت الصحفية ليديا روسي التي كانت أول من نشر القصة وحاولت كشف الحقيقة للعامة. لقد اختفت من الإنترنت كما لو أنها لم تكن موجودة أبدا. كل حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كل أرشيفها الصحفي، كل مقالاتها المتعلقة بالقضية أزيلت تماما، وكأن هناك قوة خفية لا تريد للحقائق أن تظهر تمحو كل أثر لمن يقترب من سر هذا الهمس. هل هذا الاختفاء هو مجرد صدفة، أم أن هناك من يراقب ويسكت كل من يحاول كشف الحقيقة؟ وراء هذا الصوت الغامض الذي لا يزال يتردد في الظلال وفي النهاية يبقى السؤال الأعظم مطروحا بلا إجابة. هل كل هذا الهمس، هذه الأصوات الغامضة والاختفاءات الغريبة، ما هي إلا أوهام نسجتها عقول الباحثين والمراقبين، تجارب نفسية متقدمة صنعتها أدمغتهم؟ أم أن هناك شيئا حقيقيا، كيانا مظلما يتربص في الأعماق ينتظر أن يسمع وينتقل من عالم إلى آخر؟ هل كان الدكتور جيالي وفريقه ضحايا هلاوس علمية، أم أنهم كشفوا بابا لم يكن ينبغي فتحه؟ الهمس ما زال يتردد في الظلام، ينادي بأسماء مجهولة، وكأن صوتا من بين الأبعاد أو من داخل العقل نفسه يصرخ: هل أنت مستعد لتعرف الحقيقة؟ في النهاية يبقى الغموض قائما، والصمت يعم في غابة مظلمة.